أهلا بيكم. سنة 5 ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس الثالث بعنوان مناخ مصر من كتاب سلاح التلميذ. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. السؤال الأول: لاحظ خريطة مصر المقابلة ثم أجب. 1. يشير الرقم 1 إلى مدار السرطان. 2. يسود المنطقة رقم 2 مناخ الإقليم الصحراوي الحار. 3. ضع علامة صح أو خطأ. تسقط الأمطار على المدينة رقم 3 في فصل الصيف. غلط، لأن دي منطقة العريش، بتسقط الأمطار عليها في فصل الشتاء. يشير رقم 4 لإقليم مناخ البحر المتوسط. السؤال التاني: اكتب كلمة صح أو خطأ. 1. تتعاقب الفصول المناخية ال4 نتيجة للدورة اليومية للأرض. غلط. 2. تختلف حالة الجو من مكان لآخر ومن فترة لأخرى. صح. 3. تسقط الأمطار على جبال البحر الأحمر في فصل الخريف. صح. 4. تتشابه فصول السنة ال4 في أحوالها المناخية. غلط. 5. يبدأ فصل الشتاء في مصر في شهر مارس. غلط. 6. تتسم المناطق الشمالية المصرية باعتدال درجة الحرارة. صح. 7. عرف المصريون القدماء التقويم الشمسي. صح. 8. ترتفع درجة الحرارة فوق قمم الجبال مقارنة بالوديان. غلط. 9. تؤثر رياح الخماسين على صحة الإنسان. صح. 10. تعتدل درجة الحرارة في المناطق القريبة من مدار السرطان. غلط. السؤال الثالث: اختر. 1. تنخفض درجة الحرارة فوق المرتفعات. 2. يحدث فصل الشتاء في مصر عند تعامد أشعة الشمس على مدار الجدي. 3. تؤثر رياح الخماسين في الزراعة من خلال إتلاف المحاصيل. 4. يرجع امتداد معظم الأراضي المصرية في الإقليم الصحراوي الحار إلى الموقع الفلكي. السؤال الرابع أكمل. 1. تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان فيكون في مصر فصل الصيف. 2. تنخفض درجات الحرارة في مصر خلال فصل الشتاء. 3. يبدأ فصل الربيع في مصر عند تعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء. 4. يبدأ في مصر يوم 23 سبتمبر فصل الخريف. 5. متابعتك لنشرة الأحوال الجوية يوميا يعني إنك مهتم بمعرفة أحوال الطقس. 6. ينتج عن الدورة السنوية للأرض تعاقب فصول السنة. 7. تتساقط الثلوج على قمة جبل سانت كاترين في فصل الشتاء. السؤال الخامس: صوب ما تحته خط. 1. الإقليم المناخي الذي يمتد في معظم أراضي مصر هو إقليم البحر المتوسط. غلط، الإقليم الصحراوي الحار. 2. بقيت الآثار المصرية صامدة حتى الآن بسبب مناخ مصر الممطر. غلط، الجاف. 3. يحدث فصلي الربيع والخريف عند تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان. غلط، دائرة الاستواء. 4. ندرة الأمطار
التي قد تسقط فجأة إحدى خصائص الإقليم المعتدل البارد؟ لا، الصحراوي الحار. 5. تنشط في مصر خلال فصل الربيع الرياح العكسية؟ غلط، رياح الخماسين. 6. الإقليم المناخي الذي يمتد في المناطق الشمالية لمصر هو الإقليم الصحراوي الحار؟ لا، إقليم البحر المتوسط. 7. يحدث فصل الصيف في مصر عند تعامد أشعة الشمس على مدار الجدي؟ غلط، على مدار السرطان. السؤال السادس، ما المقصود بكل من؟ 1. الدورة السنوية للأرض، دوران كوكب الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع. 2. المناخ، وصف حالة الجو، وصف حالة الجو خلال فترة زمنية طويلة قد تكون فصلا أو سنة. 3. الطقس، وصف حالة الجو خلال فترة زمنية قصيرة قد تكون يوما أو أسبوعا أو شهرا. السؤال السابع، صنف الظاهرات الطبيعية التالية وفقا لفصول السنة في مصر: اعتدال الحرارة وسقوط أمطار على جبال البحر الأحمر، أو ونشاط رياح الخماسين وتعامد الشمس على مدار الجدي وتعامد الشمس على مدار السرطان وارتفاع شديد لدرجات الحرارة. في فصل الصيف تعامد الشمس على مدار السرطان وارتفاع شديد لدرجات الحرارة. في فصل الخريف اعتدال الحرارة وسقوط الأمطار على جبال البحر الأحمر. في فصل الشتاء تعامد الشمس على مدار الجدي. وفصل الربيع نشاط رياح الخماسين. السؤال الثامن، بما تفسر؟ 1. تعتدل درجات الحرارة في مدينة الإسكندرية صيفا لأنها تقترب من المسطحات المائية فبتتميز باعتدال درجة حرارتها. 2. تعاقب فصول السنة على مصر بانتظام بسبب دوران كوكب الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع. 3. انخفاض درجة الحرارة فوق جبل سانت كاترين لأن الحرارة بتقل كلما ارتفعنا عن سطح البحر. 4. حدوث فصل الشتاء في مصر بسبب تعامد أشعة الشمس على مدار الجدي. 5. تعتدل درجات الحرارة في مصر خلال فصل الخريف بسبب تعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء. السؤال التاسع، ما النتائج المترتبة على 1. قرب بعض المناطق من سواحل البحر أدى إلى اعتدال درجة حرارتها. 2. مرور مدار السرطان في جنوب مصر أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في المناطق القريبة منه. 3. وجود إقليم البحر المتوسط في شمال مصر أدى إلى اعتدال درجة الحرارة وسقوط الأمطار الشتوية. 4. هبوب رياح الخماسين إصابة الإنسان ببعض الأمراض وخاصة أمراض الجهاز التنفسي كما تسبب ضرر في المحاصيل الزراعية. 5. تعامد الشمس على مدار الجدي هيؤدي إلى حدوث فصل الشتاء في مصر. 6. حدوث فصل الشتاء في مصر هيسود المناخ البارد وتسقط الأمطار. 7. امتداد الإقليم الصحراوي الحار في معظم الأراضي المصرية هيؤدي إلى الارتفاع الشديد في درجة الحرارة صيفا وانخفاضها في فصل الشتاء.
8. تعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء، هيحدث فصل الربيع أو الخريف، وهيسود المناخ المعتدل في مصر. السؤال العاشر دلل. 1. اختلفت فصول السنة عند المصريين القدماء عن الوقت الحالي، هيقسموا العام إلى 365 يوم، وهيقسموا السنة الزراعية إلى 3 فصول، بينما في الوقت الحالي اللي احنا فيه هيقسموا العام إلى 365 يوم وربع، وهيقسموا السنة الزراعية إلى 4 فصول. 2. تؤثر مظاهر سطح مصر على درجة الحرارة، حيث ترتفع درجة الحرارة في المناطق المنخفضة مثل الوديان، وبتنخفض درجة الحرارة فوق المرتفعات مثل جبل سانت كاترين. 3. يمتد إقليم البحر المتوسط في مناطق محدودة من مصر، حيث يمتد في الأجزاء الشمالية من مصر. السؤال ال11. ما العلاقة بين رياح الخماسين والمحاصيل الزراعية؟ رياح الخماسين بتسبب أضرار في المحاصيل الزراعية. 2. المناخ والآثار المصرية. ساعد مناخ مصر الجاف على بقاء الآثار المصرية صامدة عبر آلاف السنين. 3. موقع مصر الفلكي ومناخ مصر. نتيجة الموقع الفلكي تقع معظم مساحة مصر في الإقليم الصحراوي الحار. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأي حد عنده سؤال يا حلوين يكتب لي في التعليقات، وإن شاء الله هرد عليكم. مع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.